ورحمة الله. احنا هنا بنحضر لكوكبة جميلة من الإعلاميين والصحفيين وبناتنا الجمال من كل مكان في الجمهورية. بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم يا بنات جميعا. ومنمونة دي كمان اللمضة اللي أنا لسه هتكلم معاها. وبنتكلم في نسبة الطلاق العالية، مين السبب، وعايزين عدل بين الاثنين. واحنا هنا في الصالة المغطاة في الاستاد المنصورة في احلى صورة مع امان الباز. بنوزع ل 100 عروسة 100 عروسة. وبرده كنا مصورين برده حزب الجمهوري برده مجهزين 60 عروسة. وانا بفتخر بكل الاحزاب اللي بتساعد البنات، لان احنا في وقت صعب جدا، عندنا عنوسة عالية معدين 30 مليون. فيا ريت كلنا نساعد، بدل ما نعلق اعلانات بملايين الجنيهات على الحيطان والكلام ده كله، لا نبقى نعمل حاجات لاولادنا، حاجات لبناتنا، وتتحسب لنا عند ربنا. قولوا لي رايك ايه يا منمونه بقى، قولوا لي يا بنات رايكم ايه في قانون الاسره بصراحه بين الولد والبنت، عشان ده بتكلم فيه كتير في البرامج. قولوا حبايبي، مين هيقول؟ امان، علاقه زوجيه سليمه. أيوة. دي اساس الزواج اساسا. لا انا بتكلم بقى على الظلم يا قلبي، بتكلم على الظلم في الحكم، في احكام الاسره، في الاسره على المراه ويتحيزوا يعني ان الست ما ينفعش تتاخر، الولد عادي يتاخر براحته. دي حاجه يعني الواحد بيتحمل بنات الصبيان بيروحوا عند، لا ما هو لازم يبقى في محافظه طبعا. انا مش بتكلم على كده يا حبيبتي، انا بتكلم على قانون الاسره الظالم. تبقى انت متجوزه ابنك ومجهزه له ودافعه دم قلبك، يحصل اي مشاكل تقوم واخده كل حاجه. هي كده خانته ما خانتوش، عملت ما عملتش، بتاخد كل حاجه. احنا عايزين العدل بين الاثنين. حقها. طب لو هي خانته، لا خانته يبقى عشان عندي قصص كتير من دي، يبقى ده يتشال منها، يبقى حاجتها. ما هو ما رضاش يصورها ولا يفضح، عشان يعني يفضحها ويطلع الحاجات دي، فما رضاش خاطر ولاده، فعشان كده سجنته كمان، يعني خدت كل حاجه وسجنته. لان القانون مالوش الا كده، الست بتاخد كل حاجه والراجل ما فيش. ده ظلم ليه؟ ما هو انا قصدي بقى على كده، احنا مش عايزين ظلم، عايزين يبقى في عدل بين الولد وبين البنت. قولي يا منونه، يا منونه يا كتكوته المنصوره يا اولاد، في احلى صوره مع امان الباشا. في القمر دي كتكوتي كتاكيتي الحلوين يا بنات، يا سكر نبات. جريتي ليه يا منمونه؟ يا اللي عامله لي 7 رجاله ببعض. طيب البنات الحلوه دي انا اتشرفت بيهم النهارده، والله قاعده جميله ما شاء الله عليهم، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم. وان شاء الله نقضي النهارده يوم حلو، يوم جميل، يوم عظيم في حب مصر. وتحيا مصر تحيا، عايزين كلنا نقول تحيا مصر تحيا مصر. وادعوا لمصر الايام الجايه تبقى احسن واحسن، عشان اليومين دول حوادث وحاجات صعبه قوي. كل ما افتح النت نفسي بتصد وبزعل والله العظيم. فربنا يسترها على مصر وتحيا مصر. وان شاء الله لسه لينا لقاءات اخرى هنبقى معاكم النهارده يوم عرايس، يوم البنات ملكات المنصوره في احلى صوره. استنوني النهارده.